شفاك الله وعافاك يا نيرة. ربنا يا رب يشفيها ويعافيها. الموضوع يا جماعة احنا كنا بنستبسط الأمور وبنقول الموضوع عادي جدا جدا جدا. الناس كلها دلوقتي حمد ووفاء دورهم ايه؟ هم ليه خلاص يعني العيلة بالنسبة لهم أصبحت في محل النسيان أو في ذاكرة النسيان. والموضوع يا جماعه هل هم في تواصل ما بينهم؟ هل هم يعني ندى اللي كانت طول الوقت نيره دي يمكن زي اختها، ووفاء اللي كانت دايما بتطبطب على نيره طول الوقت، هل هم يعني مفيش اطمئنان، مفيش اي كلام، مفيش اي تواصل؟ طيب اللي بيحصل مع البنت طبعا نيره ايه الاحداث اللي دايره؟ ده اللي هتعرفه في الفيديو ده. ولكن قبل ما ادخل في تفاصيل الفيديو، قبل طبعا ما ناخد ثوابنا العظيم، انا بقول للناس اللي يعني احنا نزلنا الفيديو الفيديو النهارده، في حد دخل كده بيقول لك يعني انا شايفين زياد كويس وزي الفل، انتوا بتقولوا ايه يا جماعه؟ الراجل لسه عامل حادثه ودي خبطتين في الراس بتوجع. يعني ابو زياد لما بنته تكون في المستشفى، هو وبناء عن كلامهم وعن الاحداث اللي بنسمعها من خلالهم، مش بنقول يعني نيار قاعده على يا رب يا رب اشفيها، تكون قاعده مثلا على البحر واحنا بنقول هي تعبان. والراجل الولد اللي صور نفسه وهو في الحادثه ده احنا اللي عاملين الفيديو ولا هم اللي عاملينه؟ فالناس دايما ادخل اسمع وشوف احنا بنقول ايه وبندعي للناس ازاي وبنتكلم ازاي وبنقول للراجل يعني الله يكون في عونه والاب الله يكون في عونه. فقبل ما تاخد الكلام بس كده من اول لقطه وتجري، او مجرد كلام بتشوفه او عنوان انت ما تعرفش يعني المحتوى بيقول ايه، تاخد بعضك وتجري. لا، اسمع يا حبيبي وبعد كده اتكلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. خد ثواب بس يعني عظيم واجره عظيم عند ربنا. عطل لسانك الاول بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. وصلي على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونخش في تفاصيل الفيديو اللي برضو مش هنطول على سيادتكم فيه. يعني احنا بنقول ايه يعني خير الكلام ما قل ودل. 5 دقايق بنعمل كل فيديو كده عشان خاطر ما نطولش على حضراتكم، بنلخص فيه الاحداث. حمد ووفاء الناس بتقول هم فين؟ هم بعاد ليه؟ هل حمد ووفاء ليه ما عملش برقيه؟ ليه ما وضحش للناس ان هو مهتم؟ بصوا يا جماعه، من بعد لما وفاء خلعت الحجاب اصبح فيه يعني تضارب في كل العيله. محمود طلع عن رايه قال محدش يكلمني في القصه، محمد حوارات، حسن لما شفنا نهال لبست الحجاب الناس اخذت ان لا ده هي بيرد ورد عملي او على ارض الواقع، لا انا الحجاب احنا بنلبسه. محمد لما كان بيتكلم مع شروق قال هي يعني شروق مش لبست حجاب وعمرها ما هتشيله تاني. كلام ممكن يوصل رسائل بشكل في غموض، ولكن الواقع احنا بنقول ربنا يهديهم، دول اخوات، دول عيله واحده، ربنا يهديهم لبعض والدنيا تبقى على ما يرام. ربنا يا رب ينور بصيره حمدي ووفاء، والعلم عند الله ايه اللي حصل ليهم. ما كانوش كده، ما كانوش بالصوره دي. النيره صعبانه على الواحد بجد اللي هي فيه يا جماعه. الموضوع بيوصله ان او لما يحيى كان بيتكلم على موضوع العربيه وان زياد كان بيروح بقى المستشفى، الموضوع صعب وحالتها صعبه، محتاجه من حضراتكم ان انتوا تدعوا لها. انا مش مجرد واحد